وهي فعلًا ضايفتني وقالت لي هاعمل لك شاي، قُلت لها أنا مش هاشرب حاجة إلا لمّا تشربي معايا، وفعلًا راحت عملت كوبايتين شاي، ولمّا جابتهم قُلت لها بعد إذنِك أنا عايز كوباية مَيّة، وأول لمّا قامت أنا حطيت لها حاجة في الكوباية، وفعلًا هي شربت الشاي وبعدها حصل اللي حصل. زي ما انتوا فاهمين كده. أنا اسمي يوسف وعمري دلوقتي 23 سنة، وأنا مش متجوز وعايش مع أمي وأخويا اللي أصغر مني. أبويا متوفي وأنا أمي ست بيت ومش بتشتغل. أبويا لما مات ما سابلناش أي حاجة خالص، رغم إنه جدي كان تاجر كبير وغني. وأنا جدي اتوفى قبل ما أبويا يتوفى بفترة صغيرة، لكن إحنا اتفاجئنا بعد وفاة جدي إنه أغلب ثروته هو كاتبها لعمي، وما كانش سايب لأبويا إلا مبلغ بسيط أوي. أصل جدي طول عمره وهو كان بيفرق في المعاملة ما بين أبويا وعمي، وجدي كان بيحب عمي أوي وكان بيميزه في المعاملة عن أبويا. أبويا وعمي كانوا طول عمرهم شغالين في التجارة مع جدي، لكن بعد وفاة جدي ولما أبويا عرف اللي جدي عمله وإزاي هو ميز أخوه عنه، ربنا يكفيكم الشر، هو تعب ورقد وإحنا دخنا بيه على الدكاترة وصرفنا كل الفلوس اللي كانت معانا، لكن للأسف معداش كام شهر وأبويا مات بحسرته، وأنا كنت في تالتة جامعة وأخويا الأصغر مني كان في ثانوي، ووقتها بقى عمي زارنا وبدل ما هو يساعدنا على الظروف اللي إحنا كنا فيها هو طلب مني إنه أشتغل عنده، وأنا ما كانش قدامي أي حل غير إن أنا أوافق، وفعلًا اشتغلت عند عمي وأكمل دراسة، لكن هو كان بيحملني شغل كتير أوي، ولما كنت بقول لعمي إنه أنا عايز أجازة عشان أذاكر أيام الامتحانات هو ما كانش بيرضى يديني. وفعلًا بدأ مستوايا ينزل، لكن أنا كان لازم أكمل في الشغل عند عمي عشان نقدر نعيش، وعلى فكرة المرتب اللي كان بيديني ما كانش كبير، وكان يادوبك بيكفيني مصاريف البيت واحتياجاتنا الأساسية. وكنا ماشيين على القد أوي، وأنا أبويا من قبل ما يموت وهو كان شاكك إنه عمي زور كل العقود والأملاك اللي كانت معاه، وعمي كان ما شاء الله عليه كل أوراقه سليمة 100%، وعمي كان متجوز من زمان وكان مخلف عيال كبار، وكان هو وأولاده ومراته عايشين أحسن عيشة، ومن حوالي سنة عمي حب بنت أصغر منه، وهي كانت من أسرة بسيطة وهو اتجوزها على مراته وأخد لها شقة سكنها فيها لوحدها، وكان بيحبها أوي وما كانش حد يعرف بالموضوع ده غير أنا والسواق، وهو كان بيوثق فينا أوي أنا والسواق، وأنا ما كنتش بحب عمي خالص لإني كنت حاسس إنه هو السبب في موت أبويا، وكنت متأكد بيني وبين نفسي إنه أخد حق أبويا وسرقه، وكنت عايزة أدفعه التمن بأي شكل. وفكرت وقررت إنه أنا أعرف مراته الأولى بموضوع جوازته التانية، وقلت أكيد مراته هتعمل له مشاكل كتير أوي لما تعرف، بس رجعت وقلت لأ، أصل مراته لو عرفت هتعمل إيه يعني، وأنا كنت عمال أفكر إزاي أحرمه من السعادة اللي هو عايش فيها بعد ما بوظ لنا حياتنا كلها، وهو كان بيبعتني بحاجات كتير لمراته التانية للبيت، وكل لما كانت تطلب حاجة كان يبعتني أجيبها وأوديها لها،
وهو كان بيوثق فيا جدا، وهو كان بيسافر كتير أوي في الشغل، ولما كان بيسافر كان بيوصيني على مراته، وبصراحة هي كانت بتعاملني كويس أوي، وعلى طول كانت ذوق معايا، وأنا عمري ما شفت منها أي حاجة وحشة. وقلت بس هي دي فعلا اللي هتوجعه، وبدأت أبقى رقيق معاها وأكلمها كتير، وأنا كان كل هدفي في الأول إنها تحبني، وبعد كده قصة الحب اللي بينا تكبر وتطلب هي الطلاق من عمي، وكنت عارف إنه هي لو طلبت الطلاق منه هو هيزعل أوي، وأنا ما كنتش بفكر فيها هي نفسها بعد كده هتجوزها ولا لأ، هي ما كانتش في حساباتي خالص، وهي كانت مؤدبة ومحترمة أوي، وأنا فضلت شهور بحاول إنه يبقى في مشاعر بينا، لكن هي متجاوبتش معايا خالص، رغم إنه عمي راجل كبير وأنا أصغر منه بكتير، وأنا كنت متأكد إنه هي مش سعيدة معاه، وإنها متجوزاه عشان ظروفها المادية. بس خطرت على بالي فكرة إني أكون بوديلها حاجة وأقولها إنه أنا عايزها في موضوع مهم، وأكيد هي هتقولي اتفضل وهتقدملي حاجة أشربها، وفعلا أنا عملت كده، وأنا كنت بوديلها حاجة وقلتلها إن أنا عايزها في موضوع مهم، وهي فعلا ضيفتني وقالتلي اتفضل هعملك شاي، قلتلها أنا مش هشرب حاجة غير لما انتي تشربي معايا، ولما هي جابت الشاي راحت تجيب حاجة من المطبخ، وأول لما قامت أنا حطيت لها حاجة في الكوباية، وفعلا هي شربت الشاي، وحصل فعلا اللي أنا عايزه، وأنا ما كنتش بفكر فيها، أنا كنت بفكر في عمي وبس، وهو لو ما كانش عمل اللي هو عمله إحنا كان زماننا دلوقتي عايشين أحسن عيشة، وبعد ما كل حاجة خلصت يوميها هي انهارت، وحاولت بعد اليوم ده إني أتصل بيها كتير أوي، لكن هي ما كانتش بترد عليا خالص، وحتى لما كان عمي بيبعتني أوصل لها حاجة كانت أختها هي اللي بتفتح الباب وتاخد الحاجة مني من على الباب، لأنها بعد اللي حصل هي جابت أختها تقعد معاها طول ما عمي مش موجود في البيت، وبعد ما عدت فترة على اللي حصل بعد كده أنا لقيتها بتتصل بيا بتطلب مني أروح لها، وأكيد هي عايزاني نكرر اللي حصل، ولما رحت لها البيت أنا لقيتها لوحدها، لكن هي كانت حزينة أوي وعمالة تعيط، وقالت لي إنه هي حامل وإنها متأكدة إنه العيل ده من اليوم اللي حصل، وإنه هو مني أنا ومش من عمي، وده لإنه عمي صحته تعبانة وبقاله فترة، وما كنتش مصدق أبدا إنه الأمور تمشي كده، قلتلها خلاص نزليه، قالت لي حاولت كتير أنزله معرفتش، وربنا كاتب ليه عمر وكاتب ليه إنه هو يعيش، ولو عمك عرف إنه أنا حامل هيعرف إنه الطفل ده مش منه، وأنا وقتها هتفضح وإنت السبب، وإنت لازم تشوف حل لإنه إنت السبب في كل اللي حصل، وأنا متأكدة إنه يوميها ما كنتش في حالتي الطبيعية، وحاسة إنك أنت حطيت لي حاجة في الشاي اللي أنا شربته، وأنا عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده؟ وأنا خرجت من عندها وأنا مش دريان بالدنيا، وعمال أفكر هعمل إيه في المشكلة اللي أنا حطيتها فيها، وأنا بجد مش عارف أعمل إيه وأتصرف إزاي، لأنه هي بصراحة ملهاش أي ذنب في اللي حصل، وعمي هو اللي كان سبب في موت أبويا، وأنا بصراحة ندمان جدا
على اللي أنا عملته معاها.